انا في نقطه عايز اطلع اتكلم عليها، يعني معلش يعني انا هاخد من وقتكم دقيقه بالظبط، بس النقطه دي غريبه، انا عايز اعرف فلوس الزمالك دي راحت فين. يعني الزمالك السنه دي جاله 3 مليون يورو اللي هي صفقه امام عاشور لانتقاله لميتلاند، دي 3 مليون يورو. وجاله 2 مليون دولار بتوع الكونفدراليه اللي هو كسبها. وجاله 3 مليون دولار الغرامه بتاع الكهرباء. واحده واحده وادينا ماشيين واحده واحده مع بعض. جاله 78 الف دولار للمشاركه في البطوله العربيه. جاله 250 الف دولار لوصافه كاس مصر. طبعا غير ان جاله حوالي مليون دولار رعاه، يعني من الرعاه ومن الايجارات بتاعه النادي والحاجات ديت. طب يعني معلش احنا بنتكلم في حوالي 9 مليون دولار دخلوا خزنه نادي الزمالك السنه دي. الفلوس دي راحت فين؟ يعني بالمنطق كده، لما انت كل حاجه تقول لي ايقاف كيد والنادي عليه فلوس والنادي مديون لطوب الارض وكل شويه يطلع علينا خازوق يقول لك ده ليه فلوس عند الزمالك. طب ما انت 9 مليون دولار دول راحوا فين؟ كل صفقه تيجي هنجيبها يقول لك ممدوح عباس اللي هيدفع حقها من جيبه. طب امال الزمالك بيدفع ايه؟ ما انا دي انا مش فاهمها، انا دي عايز اطلع اتكلم فيها وعايز افهمها اصلا قبل ما اتكلم فيها. اما ممدوح عباس زيزو هيجدد لزيزو، بن شرقي هيجيب بن شرقي، لعيبه عايزه تجدد هو اللي بيدفع من جيبه. طب فين الفلوس اللي في النادي؟ ال 9 مليون دولار راحوا فين؟ هنقول اتفك بيهم كيد مره، مش كلهم. ده الكيد عشان يتفك اول مره كان 2.5 مليون دولار. فين بقى باقي الفلوس؟ بتتكلم 6.5 مليون دولار. الكيد واقف عشان خاطر مساعد فيريرا. مساعد فيريرا ليه 39 الف دولار الكيد مقفوله عشانه. يعني بقيه الفلوس دي راحت فين؟ انتوا بتاخدوها لنفسكم؟ يعني انا عايز اعرف مثلا من الفلوس دي اول ما بتيجي يلا انت عملت ايه، خد ده انت ليك وده ليك وانت ليك 100 الف دولار والبطربوش ابيض اللي هناك ده خد 10,000 دولار وده. ما انا مش فاهم، هي مش تركه، هي مش تركه وانتوا بتقسموها على مزاجكم. ده بن شرقي لحد دلوقتي مش عارفين تتعاقدوا معاه. امال فين الفلوس دي يا جدعان؟ ما هي ده انا مش فاهم النقطه دي بصراحه. يعني اللي احنا شايفينه كده ان النادي يا بيتسرق يا اما اهدار اموال عامه بسبب نضاي وسامسون والصفقات اللي كانت بتيجي دي. فاحنا عايزين حد يفهمنا النقطه دي يا جدعان.